تعرفوا ليه قررت اعمل الوصفه دي النهارده؟ عشان ببساطه ولادي مش بيحبوا الكوسه. قعدت افكر لحد ما عرفت شيخ المحشي، الاكله اللي حرفيا خلت ولادي يخلصوا الطبق لحد اخر نقطه صوص. بس خليني الاول احكي لكم حكايه شيخ المحشي. الطبق ده اصله شامي من دمشق، كان بيتقدم زمان للضيوف الكبار، عشان كده سموه شيخ المحشي، يعني زعيم كل انواع المحشي. بيوت الشام عملوه بدون رز، حشوه لحمه وغرقوه بصوص اللبن الرايب. وبعدين وصل مصر اللي عملت شويه تغييرات فيه، ضافت له زبيب ولوز مع اللحمه المفرومه. والنهارده انا هعمله بقى بطريقتي، مزيج بين الشام ومصر. اول حاجه هنعصج اللحمه، اضيف لها كمون وفلفل اسود وقرفه وملح. هسلق المكسرات واحمرها في الزيت، وبعدين اضيفها في اللحمه المفرومه. ابتدي احشي الكوسه بتاعتنا. الحاجة اللي بتميز شيخ المحشي انه لازم نحمرها بعد ما تتحشي، بس بنحمرها في الزيت مش في السمنة لحد ما تاخد لون، لان السمنة بتتكتل في درجة الحرارة العادية وهتبان على اللبن، هيبقى شكلها مش حلو. هحط لبن حليب وزبادي، وهحط عليهم كريمة لباني، وهضيف عليهم معلقة نشا وهخلطهم بالهاند بلندر. وبعدين هحطهم على النار لغاية ما قوامهم يشبه البشاميل. هضيف الخليط بتاعنا على الكوسه، بس قبل ما ادخلها الفرن هعمل طشه بالنعناع والثوم. هجيب فصين ثوم ونعناع وهضيفهم على الكوسه وادخلها الفرن. بصوا بقى يا جماعه، اهي خرجت من الفرن بتبقلل. هغرفها وهدوق معاكم. طعمها منعش جدا وخفيف بسبب النعناع والزبادي. رهيبه يا جماعه بجد، وعجبت ولادي جدا. كده احنا خلصنا. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا افتكروا ان شويه تغيير ممكن يحول كل حاجه للاحلى. السلام عليكم.